اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم ايتن عبدو. النهارده بما ان انتم مهتمين جدا بشغل الاسكان الاجتماعي، حبيت ادمج لكم كده بعض الفيديوهات من شغل الاسكان اللي موجوده عندي على قناتي ومن شغل العرايس اللي انا فرشت لهم. اول فيديو معانا النهارده العروسه عامله غرفه النوم في غرفه الاطفال. يعني المفروض ان الغرفه دي هي اللي بتعمل فيها غرفه الاطفال او الليفنج روم، لان هي غرفه صغيره. ازاي العروسه قدرت تستغل المساحه اللي موجوده في الغرفه بشكل مثالي وتعمل فيها غرفة نوم كاملة بكل محتوياتها؟ أولا عملت عفشها عمولة، ثانيا عملت التسريحة بتاعتها تسريحة معلقة عشان تستغل المساحة، تالت حاجة خدت مساحة من الغرفة اللي قبلها اللي هي غرفة الليفينج، خدت المساحة اللي هي العمق بتاع الدولاب اللي هو 60 سنتي زي ما انتوا شايفين. الوش بتاع الدولاب بس هو اللي ظاهر لينا في الغرفة، لكن الدولاب نفسه موجود في الغرفة التانية مش موجود في الغرفة دي. فكانت فكرة ممتازة وغير المعتاد خالص. معانا كمان برضو غرفة نوم في نفس الفيديو، العروسة عاملة فيها دريسنج روم كامل وهنشوف أفكار كتير حلوة ومختلفة. هنا الدولاب بتاعها ما شاء الله كانت عاملة دولاب كبير وعميق، ما شاء الله لم معانا مفروشات كتير لأن هي عاملة دولاب من الأرض للسقف. فما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تقريبا لمينا معظم المفروشات الخاصة بغرفة النوم، وهي منوعة أصلا في ستايلات المفروشات اللي عندها وفي ألوانها كنوع من أنواع التغيير. كل ما تيجي تفرش حاجة على السرير تحس باختلاف يعني. وهي عاملة كمان لون الأوضة نفسه محايد، يعني إذا كان الخشب أو الدهانات أو كمان التنجيد بتاع السرير نفسه لونه راقي جدا، والتصميم نفسه بسيط وشيك. تمام، هنرجعوا للفيديو اللي احنا كنا بنتفرج عليه على شكل الغرفة كامل. أنا حبيت اوريكم برضو الفرش بتاع الدولاب كان نفسه عامل ازاي. الستاير كمان ناعمة جدا ولونها لون محايد زي ما قلت لكم. الألوان المحايدة بتكون مريحة للنفس جدا، كمان بتساعد انك تفرشي على السرير بتاعك اي حاجة ما يبقاش الموضوع فيه عقبة، غير لما تكوني محددة لون معين يعني زي لون الكشمير، الالوان اللي هي الالوان الصريحة. فاهميني؟ دي تبقى مشكلة شوية في موضوع الفرش لو انتي عندك الفرش بتاعك متنوع فيه الالوان. اوكي، عجبتني كمان فكرة ان المراية واخدة كيرف كده واخدة جنب، مش واخدة الحيطة كاملة، عشان هي كمان عاملة فيها شاشة. معانا غرفة تانية، غرفة نوم برضو معمولة عمولة. هنا بقى معمول دريسنج روم في غرفة النوم اللي هي دي بقى غرفة النوم اللي هي آخر غرفة اللي أغلب الناس بتعمل فيها غرفة النوم بتاعتها. اولا العروسه حاطه السرير بالعرض زي ما انتم شايفين، في العادي بيتحط بالطول، بيتحط ناحيه الشباك، وبيكون المكان اللي موجود فيه ظهر السرير ده بيكون موجود فيه الدولاب بتاع الغرف. ولو وصلت للجزء ده معايا من الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك عشان هو ده اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، وكومنتاتكم الجميله اللي بجد بتفرق معايا نفسيا جدا. زي ما انتم شايفين كده شكل الغرفة اهو. هي عاملة خلفية كده فيها شغل ممكن تعمليها سادة زي ما قلتلك ان الالوان المحايدة او الشغل المحايد، زي ما هي برضو عاملة السرير نفسه جراي، يعني اللون الجراي ده ممكن برضو يساعدها ان هي تفرش كل الفرش اللي هي حباه. بس هي برضو لحد ما مقيدة نفسها بلون الستاير وبلون كمان الظهر بتاع الحائط. حاطة هنا الشاشة زي ما انتم شايفين في الجنب بالشكل ده، وفي الحائط اللي دايما بيكون فيه السرير بتاع غرفة النوم، وهتشوفوا ده معايا في بقية الغرف اللي هوريها لكم دلوقتي. موجود هنا الباب بتاع الدريسنج روم. الباب ده مفتوح على الغرفة اللي قبلها. الطرقة أصلا ما فيهاش باب بيدخل على الغرفة اللي احنا هندخلها دلوقتي. الباب بتاع الغرفة دي موجود من غرفة النوم، يعني هما شالوا جزء من الحيطة هنا وقفلوا الباب أصلا اللي موجود في الجنب. والمدخل الوحيد للغرفة هو الباب اللي احنا كنا شفناه مع بعض اللي هو الباب الجرار. انا حبيت اوريكم التصميم بتاع الدريسنج كامل من غير ما اكون فرشة فيه اي حاجة. على العلم طبعا انتوا عارفين ان انا مش بصور ملابس العروسة او العريس، فبالتالي اللي هقدر ان انا اعمله معاكم ان انا اصور لكم الدريسنج كامل بقى طبعا من غير اي تفاصيل فيه. هي دي جزامة وفوقيها الدرج بتاع الشرابات او ممكن يتحط فيه الحزمة. يعني هي عاملة بقى الدريسنج ده فيه كل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها. هنا عاملين الشماعة اللي بتحط فيها البناطيل، ممكن يتعلق كمان فيها الشماعة دي شماعات عادية. لو المساحة بتاعة البناطيل مش واخدة معاكي ممكن تعلقي فيها شماعات عادية. بس هي ما شاء الله مستغلية المساحة اللي موجودة في الدريسنج كلها وعاملة شماعات في كل حتة عشان تقدر تعلق فيها اللبس بتاعها. بصراحة تسلم ايده اللي كان عامل لها الدريسنج. حتى الغرفة اللي قبل دي اللي هي غرفة النوم برضو اللي احنا شفناها مع بعض، اللي النجار اللي كان عامل الشغل فيها كان برضو شغله نظيف جدا ربنا يبارك له. معمول هنا بقى ادراج يتحط فيها الاكسسوارات والميك اب وكده، ومعمول هنا الازاز بتاعها فامي عشان يبقى كاشف سنة للحاجات اللي جواها، وبرضو هو عاكس زي ما انتم شايفين نفس فكرة المراية. معمول تحت هنا بقى ادراج، يعتبر المكان ده هو التسريحة بتاعتها بكل محتوياتها تحط فيها كل اللي هي عايزاه.
معمول هنا ادراج كبيرة تحت المراية، معمول هنا مراية ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. طالما ربنا يبارك لهم يا رب في شقتهم وفي حياتهم. فيها اضاءة وفعلا فرقة جدا في الدريسنج، حتى منورة الغرفة جامد ما شاء الله. تمام. في طبعا وحدات كبيرة فوق للتخزين، مفيش اي مصدر يعني مفيش شباك ولا في حاجة تدخل تراب جوه الغرفة. هو مصدر التهوية الوحيد اللي هو ان هي تفتح الباب بتاع الغرفة والشباك اللي موجود في الغرفة التانية. هنا برضو معمول نفس الفكرة اللي هي الأدراج المتقسمة، ومعمول هنا برضو نفس فكرة الجزامات اللي موجودة الناحية التانية، يعني جزء خاص للعروسة وجزء خاص للعريس. وطبعا يعني في وحدات كتير للمفروشات هنتفرج عليها مع بعض بعد ما اتفرشت. الباب اللي انتوا شايفينه ده باب جرار. في الفيديو ده احنا وصلنا دلوقتي لفكرتين مختلفين، انك ممكن تلغي غرفة كاملة فتعمليها غرفة دريسنج روم زي ما هي عاملة، لاغية فكرة دولاب الأطفال وعاملة كل الحاجات جوه الدريسنج، يعني حاجة مفروشات الأطفال ومفروشات النوم، كل حاجة موجودة في الدريسنج، واكتفت بغرفة أطفال. وكمان عملت في الريسبشن سفرة وعملت ركنة يعني بديل لغرفة الليفينج روم، وفتحت المطبخ. الشقة دي برضو كان فيها ما شاء الله أفكار كتير حلوة، لو حابين ترجعوا لها عندي على القناة موجودة. تمام. هنا التسريحة اللي قلنا مع بعض عليها، بما ان الرفوف اللي فوق دي عالية جدا ومستواها عالي اصلا، فخزنت لها فيها المفروشات بتاعتها الكبيرة اللي هي ممكن ما تحتاجهاش كتير. كان هنا في بف كده خاص بالتسريحة، حاطين عليه البوكيه ده، وحطيت لها الفراشات الجولد دي شكلها امور قوي ما شاء الله. كانت هي جايباها من شين. كانت جايبه فراشات جولد وفراشات سودا، خلت لها الفراشات الجولد هنا في الدريسنج، والفراشات السودا حطيناها بره في الريسبشن. تمام. هنا بقى وظفت لها كل الحاجات اللي موجوده عندها، اذا كان برفانات بودي سبلاش، حتى الاكسسوارات برضو، البلاتات بتاعه الميك اب. حاولت ان انا على قدر من المستطاع اعمل لها شكل حلو كده في الرفوف. تمام. دي كده الرفوف اللي موجوده عندها. وهنا برضو القطعة الخشب اللي موجودة ورا دي كانت اصلا بتاعة سكاكين واحنا شلناها منها، فقلت لها هاتيها نستغلها، وحطيت فيها الاكسسوارات بالشكل ده كأنها ستاند يعني اكسسوارات. ووزعنا الفراشات برضو القمراية دي كده في كل يعني على بعض الرفوف كده، حطينا عليها كام فراشة مع بعض الادراج برضو. وحطينا هنا الستاند بتاع الميك اب ده كده على التسريحة، بما ان هي اصلا مستواها منخفض فشكله مش عامل ازعاج. فوق هنا حطيت لها اللحافة بقى بتاعة السرير الكبير. تمام. وهنا حطيت لها المفرش ده كامل مع بعضه، ده زي دفاية كده ومعاه الملاية بتاعته ومعاه كفر لحاف. حطيتهم كلهم مع بعض بالشكل ده في الضرفة دي. فوق هنا حطيت الشنط وحطيت الشوزات، تحتها هنا حطيت الكوفرتات. هنا حطيت لحاف لسرير الأطفال، شكله شيك جدا. انا بحب الحاجات اللي هي فيها شكل الحاجات البحر، يعني اللي هي الترسة والهلب بتاع المراكب والكلام ده بيبقى لطيف جدا، خصوصا لو الغرفة دي غرفة أطفال يعني ولاد مش بنات، بتبقى برضو لطيفة. حطيت لها هنا كوفرتة ومعاها دفاية، وهنا حطيت لها الدفايات بتاعة الأطفال، وفي نصهم دفاية خاصة بغرفة النوم. هنا حطيت بطانية للسرير الكبير، وحطيت جنبها الملايات اللي هي الأستك. هنا بقى حطيت لها الملايات اللي هي العادية، طبقتها لها بالشكل ده وحطيت في نصها كوفرتة. وهنا حطيت لها الملايات بتاعة الأطفال والفوط بتاعة الأطفال والكوفرتة بتاعة الأطفال. تحت رصت لها بقى الفوط الخاصة بغرفة النوم أو الفوط الكبيرة عموما بالشكل ده. هي عندها خانات كده متقسمة صغيرة، فحبيت ان انا اوظف الحاجة بشكل، طبعا في حاجات محطوطة بسهلة الاستخدام يعني. تمام. ده كده كان الشكل العام للدريسنج بعد ما اتفرش. كان نفسي ان انا اوريه لكم كله يعني بكل تفاصيله، لانه ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب كان شكله جميل جدا. الشقة دي من الشقق اللي عملت ضجة عندي على القناة، لان كان فيها افكار كتير ومتوظفة صح. تمام. احنا كده اتفرجنا على كل محتويات الدريسنج روم. تعالوا بقى نشوف الغرفة اللي بعدها معمولة ازاي وايه الفكرة اللي موجودة فيها. يلا بينا. دي الغرفة اللي انا كنت لسه منزله لكم شقة الاسكان الاجتماعي من كام يوم كده، كنت منزله لكم الغرفة دي من ضمن الشقة.
ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. يمكن اكتر حاجة منورة الغرفة هي المفرش، لان المفرش فاتح فمنور الغرفة جدا، لكن الغرفة اغلبها لونها اسود، وهي العروسة اصلا بتميل للالوان الغامقة. بس طبعا لما تكون مساحة الغرفة صغيرة قدر من المستطاع نفتح عشان الدنيا تبقى مريحة للنفس اكتر من هي تكون الوان غامقة وتكون الوان صريحة. المفرش كان ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، كان راقي جدا وذوقه كان شيك. وحلو ان هي عاملة لون التنجيد بتاع ظهر السرير نفسه محايد، بس لو خدتوا بالكم هتلاقوا الظهر بتاع السرير نفسه مجنح، يعني بارز من الجناب، واخد حيز كبير من الغرفة، مرحل السرير سنة. المفروض السرير بيبقى لازق لحد ما سنة في الحيطة، فلو انتي حابة تلزقي السرير في الحيطة عشان توسعي المجال عند الدولاب عندك هيبقى صعب لو السرير بتاعك نفس التصميم ده، لان الظهر بتاع السرير ثابت، هو كله قطعة واحدة بارزة فوق الكومود. وهنا التسريحة ما شاء الله ربنا يبارك يا رب، طبعا الأدراج بتاعة التسريحة ما كفتش حاجات العروسة، فرصينا جزء كبير منها على التسريحة من فوق. تعالوا كده نفتح الدولاب ونشوف احنا فرشنا الحاجات بتاعة العروسة ازاي. ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجاتها يا رب. بما ان طبعا غرفة النوم بنحط طبعا فيها المفروشات الخاصة بغرفة النوم مع الملابس، طبعا الملابس كلها محطوطة، اذا كان الملابس الخاصة بالعريس او العروسة. فوق هنا حاطط لها 2 لحاف للسرير الكبير، وهنا حاطط لها الملايات اللي بالكوفرتا، وهنا حاطين الفوط، وتحت هنا حطينا بقية الملايات ومعاها بقية الفوط. لاحظوا ان الرف ارتفاعه مش عالي. طبعا في الجنب ده برضو حطينا ملابس، طبعا بفضل دايما الملابس ما تبقاش الملابس الشخصية هي اللي موجودة في اول ضرفة مقابل للباب على طول، بفضل ان هي تكون ملابس الخروج او حاجة، يعني لو لا قدر الله اي ظرف حد جه والدولاب مفتوح ما تبقاش الحاجة الشخصية الخاصة بالعروسة تكون مجروحة في الضرفة دي، خصوصا ان الحمام او التويلت يعني هو قبل غرفة النوم على طول. تمام، تعالوا نفتح الضرفة التانية. الضرفة التانية هنا حطيت لها بقى فيها مفرش قطيفة، وحطيت لها دفايات، وحطيت لها كوفرتات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع بعض كده. رفوف ما شاء الله كان حجمها كبير ولمت معانا الحمد لله. تمام، بيبقى مناسب جدا مع غرف الاسكان الاجتماعي ان يكون الدولاب جرار، ما يبقاش دولاب بيتفتح ويتقفل عادي. ولو دولابك بيتفتح ويتقفل عادي لازم السرير بتاعك يكون لازق في الحيطة مباشرة عشان يبقى فيه مجال للضرفة اصلا تتفتح. زي ما انتوا شايفين المكان اللي بين السرير والدولاب ضيق، ولو المساحة اللي انتوا شايفينها دي كانت متوفرة ما كانتش في ظهر السرير كان اكيد السرير ده هيترحل على الحيطة مباشرة. تمام، ده كده برضو تصميم يعني شكل من غرف الاسكان الاجتماعي. هوريكم دلوقتي برضو شقة تانية من الاسكان الاجتماعي فيها فكرة في غرفة النوم برضو لحد ما مختلفة. الباب هنا عندنا في غرفة النوم بيتفتح لبره، تمام، فمش واخد مساحة جوه الغرفة بتاتا. تاني حاجة هنا السرير مباشرة في وش الباب، يعني لحد ما الفكرة نفسها مختلفة عن المعتاد. حتى برضو النجار اللي كان عامل الشغل ده بصراحة ربنا يبارك له، الغرفة دي برضو كانت معمولة خامتها حلوة جدا. يعني أنا نفسي بعرف أفرق بين جودة الخشب الكويس واللي مش كويس. فلما شفت الغرفة دي بصراحة ما شاء الله عجبني الشغل بتاع النجار اللي عمله. مبدئيا زي ما انتم شايفين كده العكس بقى، هنا المفروض كان بيبقى مكان التسريحة دي بيبقى موجود السرير نفسه والكومود. تمام، هنا بقى معمول العكس، السرير نفسه موجود هنا والتسريحة هي اللي موجودة هناك. هما عملوا اختلاف، يعني حبوا يغيروا عن الروتين، وهي على فكرة ممكن تغير يعني في أي وقت، ممكن تقلب السرير الناحية التانية وتجيب التسريحة نفسها هي المقابل الباب. لو هي حابة تغير الموضوع أعتقد إن هو سهل، لأن التسريحة حجمها صغير ولحد ما واخدة زاوية ممكن تيجي مع اتجاه الدولاب. وأصلا الدولاب كده كده معاها جرار، وتسريحة صغنونة زي ما انتوا شايفين حجمها مش كبير. تمام، بس انا حبيت اوريكم برضو افكار مختلفة. زي ما انتم شايفين انتوا كل تقريبا غرفة موجودة في حتة مختلفة تماما، يعني مش محدش عامل زي اللي قبله، كلهم تلاقيهم لحد ما فيهم اختلافات. تمام، هنا معمول اضاءة فوق في الدولاب نفسه، هي عاملة الكومود اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده جنب السرير، والكومود التاني داخل جوه سنة. التسريحة جاية بزاوية على العمود على طول، وحاطين معاها هنا الشاشة، معمول هنا البف داخل جوه التسريحة، ومعمول برضو حتى جوه التسريحة من تحت مع البف في رفوف للتخزين، ومعمول في الجنب زي ما انتوا شايفين كده الأدراج بتاعة التسريحة نفسها.
تمام. معمول كمان هنا بانكت ده ممكن يتحط فيه الغطا بتاع السرير، بدل ما يكون مثلا عندك بطانية او لحاف فوق السرير نفسه يبقى عائق. حتى مفرش العروسة او كده بتبقى حابة تشيله، ممكن تشيله جوه البانكت وسهل ان هي تفرشه، او تشيله برضو زي ما هي حابة. حاطين هنا بقى المفروشات بتاعة العروسة، ربنا يبارك لها يا رب، اذا كان ملايات، اذا كان فوط، اذا كان مفارش اللي هي البلاطين والمفارش القطيفة واللحفة. تمام. تعال نفتح الضرفة التانية مع بعض. ربنا يا رب يبارك لكل عروسة في كل حاجة عندها يا رب. انا بحاول اوريكم افكار كتير عشان انتوا تستفيدوا من الافكار دي، وكل واحد طبعا بيعمل الحاجة المناسبة لامكانياته ومناسبة للمساحة اللي عنده ومناسبة لتفكيره. يعني في ناس ممكن الدريسنج ينفع معاها وبالنسبة لها مناسب جدا 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 هي تلغي غرفة من الغرف. العروسة اللي كانت عاملة الغرفة في نص الغرف اللي هي واخدة غرفة الأطفال وعاملة فيها غرفة النوم، دي برضو واخدة مساحة من الغرفة اللي قبلها، ففاتحة الغرفة نفسها على الريسبشن. كل واحد عامل فكرة مختلفة. وشو الإسكان بصراحة في ناس بتبدع فيها حقيقي يعني. ربنا يا رب يرزقكم جميعا بالخير يا رب، ويرزقنا جميعا بالخير. وتقولي ربنا يوفقني ان اكون خلصت شقتي، وباذن الله انزلها لكم كده كامله مكمله تتفرجوا عليها. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك. كان معاكم ايتن عبدو، السلام عليكم.